بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق. متابعي قناة فنون وأسرار مطبخي، أهلا ومرحبا بكم. جبت لكم اليوم صوص إكسبريس سريعة جدا وملائمة لكل أنواع المقرونة. نبدأ. عندي ربع صدر دجاجة أو دندو كما تحبوا، درت لها شوية كركم، بابريكا، ملح، شوية فلفل أسود، وهاني نخدمها كفتة. نحاول نديرها بحجم صغير، نديرها بولات كيما راكم تشوفوا. نحط في القدر شوية زيت يكون سخون. هنا الزيت عندي بدا يسخن، نحط فيه هاد البولات. هاد الصوص رائعة وسريعة، تتماشى مع كل أنواع المقارون أو سباقيطة، ولذيذة جدا يعني، طيبة للغاية. نطيب هذا الكفتة تاع الدجاج، نطيبها حتى ولو كان يكون الاستواء نتاعها 70%، لانه هاد لاصوص كلها ما تشدش حتى نصف ساعة، لكن ديما نوصي نقول النار تكون متوسطة الى شمعة. بمجرد ما تبدأ تتحمر عندي كما قلت لكم، السواء ما يوصل حتى 70%، نبدأ ننزعها من هذا الزيت. كنت حضرت عصير 7 أو 8 حبات طماطم. المقادير دائما حسب أفراد أسركم، يعني تلتزموا بالكميات. أضفت العصير الطماطم الطازجة، كمية لا بأس بها. العجين دائما يحب الطماطم الطازجة ويحب الحموضة. كنت حضرت درسة الثوم، دائما تكون مع راس الحانوت أو كزبر كلوية مطحونين، وشوية ملح وفلفل أحمر شايح أو يابس على حسب ما تحبوا، يعني ترغبوا في درجة الحرور. كنت درتهم بالمهراس يعني مش بالروبو، ونخليهم يتجمروا ويتكتكوا على نار هادئة. نضيف لهم التوابل كما تشوفوا، راس الحانوت، كركم. الكركم يخرج ياسر على العجائن، بابريكا حلوة أو حارة حسب اختياركم، ونبدأ نضيف لها شوية هريسة وشوية طماطم مركزة. دائما نقولكم على حسب عينكم ميزانكم. المهم ديما نقولكم هذا الصوص جميلة جدا، واللي يسمح فيها أكثر هي السرعة صراحة، والطيابة نتاعها يعني اللي ياكلها ما يحسش أنها طيبة بشكل سريع. حتى الزفرية، حتى الرجال هو الطبخ يعني سهل عليهم ويحبوا حاجة بسيطة. خليها دائما تتجمر على نار هادئة حتى ولا تكون شمعة. بيد ما يكون طلع الزيت نتاعها، نشوفوا زيتها طلع معناها راهي تقريبا استوت. نرجع هاك البولات نحطهم فيها يكملوا طيابهم، وزيد لها حبات بالفلفل حسب رغبتكم، وخليها تتجمر شويه. زيد يطلع زيتها كذلك وتكمل تستوي مره واحده. انا كنت حضرت شويه سباقيطه. في النهايه حبايبي، ديما نقولكم اللي مش مشترك يشترك، واللي يشوف هذا المحتوى جميل ما تنسوناش بتشجيعاتكم. تضغطوا على زر الإعجاب وزر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في وصفة جديدة مع وصفات أم أيمن. ونختم كما بدأنا بالصلاة والسلام على نبينا الكريم. إلى اللقاء.